اهلا وسهلا معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده هنتكلم عن تيب وتريك سريعه جدا في برنامج ريفت. بس قبل ما نتعلمها مع بعض اعمل لايك وفولو عشان أنا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المعماريه والهندسه المدنيه. طيب، التيب وتريك النهارده متعلقه بالسيف سيلكشن. عندي جوه ريفت انا اقدر ان انا اعمل سيلكشن لمجموعه من العناصر بضغطه واحده. يعني مثلا الغرفه دي بكل ما موجود فيها من عناصر من ابواب وارضيات وحوائط، اقدر اخلي الريفت مجرد ما اقول له والله انا عاوز السلكشن ده يعمل سيلكت على كل الغرفه اللي عندي. طيب، ازاي بعمل الكلام ده؟ باجي هنا عندي احدد العناصر اللي انا عايز اعمل لها سيف للسلكشن بتاعها. انا عايز الباب وعايز الحوائط بتاعتي وعايز كمان الارضيه بتاعتي. طيب، هاجي عند مانج، هختار من هنا من سيلكشن سيف سيلكشن، هعمل اسم للسيلكشن وليكن ده اسمها HVAC room. هختار اوكي، وهاجي بعد كده اي وقت انا عايز احرك الغرفة دي كلها مع بعضها كإيليمنت واحد، هاجي اقول له والله لود سيلكشن. من هنا هلاقي عندي كلمة HVAC rooms اللي انا عملت لها سيف من شوية، هقول له اوكي، هلاقيه عمل سيلكت على كل العناصر اللي انا محددها قبل كده. طبعا الكلام ده يستخدم في ان انا اقدر اخلي العناصر كلها تتحرك مع بعضها، ومش كل شويه اعيد سيلكشن او اعيد ان انا اعمل سيلكت على اكتر من حاجه. الكلام ده طبعا بيوفر معايا وقت ومجهود كبير جدا.